بالنسبة للمنتجات اللي بنشتريها جاهزة للأطفال الرضع عشان ياكلوها، بتبقى باودر كده بنحطها في المية، اللي هي ممكن يكون اسمها في السوق سيريلاك، ممكن يكون اسمها في السوق هيرو، ممكن يكون اسمها في السوق ريري. باختلاف الاسامي، انا مش معترضة على الاسامي خالص. انا عندي مشكلة ان انت تبقي بتعتمدي على الحاجات في تغذية طفلك، لانه الحاجات دي مش زي نظافة البيت مهما كان. انت مش ضامنة، حتى لو خرجت من الشركة نظيفة انت مش ضامنة هي اتخزنت في ظروف عاملة ازاي. نمرة 3 المهمة جدا، لما تبصي على المكونات بتاعتهم بنسبة 99% هتلاقي في المكونات مكتوب سكر، وده اصلا ممنوع قبل السنة. هتلاقي مكتوب لبن، وده اصلا ممنوع قبل السنة. هتلاقي مكتوب كراميل ساعات، وده برضو ممنوع قبل السنة. كل ده بيتحط ليه؟ عشان التحلية. مشكلتي مع كل السكريات دي كمان، اولا بتنفش طفل، تلاقيه وزنه حلو كده ونافش ومقلبز، بس هو صحته مفيش خلاص. ليه؟ علشان خاطر سكريات كتير قوي على الوقت اللي هو محتاجه. تاني حاجة، لو اتعود يبدأ بيهم بعد فترة مش هيقبل الخضار، لانه طبعا البروكلي طعم وحش قوي جنب كل السكر ده. تالت حاجة برضو الامساك، يعني كتر البيبي سيريالز لو بتستخدميها كتير طول الوقت هتمسك جدا، خصوصا لو مثلا نوع رز، الحاجات دي بتمسك قوي مع الولاد. طيب اخر حاجة بقى فيها هو زيت النخيل، هي اغلبها كلها زيوت مهدرجة، والزيت اللي بيستخدموه هو زيت النخيل، وده من اسوأ الزيوت اللي ممكن نستخدمها او نديها حتى لطفل. قولا واحدا، ومالكيش دعوه باي حد يحاول يعمل دعايه لاي حد او مش عايز يزعل اي حد، قولا واحدا اكل بيتك انضف 100%. هتقولي لي دول بيبقوا مدعمين بالفيتامينات والحديد، هقول لك لو حسبتيها بالملي هتلاقي ان اعلى وجبه فيهم اللي هي مثلا بتبقى قمح وحديد، قمح وتمر، هتلاقي ان التمر اللي في بيتك لو حطيتي حبايه واحده للطفل في كميه حديد اعلى. هما بيحطوا الحاجات دي ليه؟ عشان الام تبقى نفسيتها مرتاحه وهي بتشتريه، بس عشان نغطي على انه في حاجات تانية مش صحيه خالص للطفل. طيب انت عايزه تعمليه ونفسك تجربيه مع البيبي، اعمليه في البيت. عندك حل ان انت تعمليه ازاي بقى؟ انت هو المبدأ كله مبني على ان انا باخد نوع حبوب، سواء هو رز او قمح او شوفان او اي حبوب تانية، واطحنها كويس قوي. الاول احمصها بحيث ما يبقاش فيها اي رطوبه، بعدين اطحنها كويس قوي، او اشتريها دقيق جاهز، يعني مثلا دقيق ذره، دقيق شوفان، دقيق رز، حتى دقيق القمح بينزل، الا بس مش الابيض، بيبقى فيه دقيق قمح شبه البليله كده بتبقى مطحونه. اجيب الحاجه دي انشفها احمصها، وبعدين احطها على النار مع شويه ميه تستوي وتبتدي تمسك، فتعمل قوام لذيذ للطفل. لو انتي بتستخدمي الرز، يبقى الرز اخره حسب توصيات الجمعيه الامريكيه لطب الاطفال، اخره الرز في الاسبوع مرتين في الاسبوع، ويكون مغسول ومنقوع قبلها كويس قوي، لان الرز بيحتوي، بالذات الرز اللي مش مصري، بيحتوي على ماده اللي هو البسمتي، بيحتوي على ماده الارزانيك اللي هي الزرنيخ. اوكي، دي استخدامها كتير غلط للطفل. لو بتستخدمي مرتين 3 في الاسبوع ان شاء الله هتبقى كميات بسيطه جدا، خصوصا ان الرز المصري ما فيهوش كتير، بس يتنقع ويتغسل كويس، ما يعتمدش عليه بقى طول الاسبوع، لانه كمان الطفل هيجيله امساك. بتعملي ايه؟ بتجيبي حبوب الرز دي وتغسليه وتنقعيه كويس، وبعدين تنشفيه، بعد كده تحطيه على برضو تحمصيه على الطاسه، وبعدين تطحنيه. تمام؟ ده لو بتعملي بالرز. عايزاه تعمليه قمح، يبقى هتجيبي البليله تنقعيها كويس، ومن غير ما تسويها ولا حاجه، اول ما تتحط في الهواء كده تنشف، كانك بتفردي ملوخيه كده تنشف بعد ما غسلتيها. هتحطيها برضو على الطاسه تتحمص، وبعدين تطحنيها، وبعدين برضو هتحطيها على النار. نفس الكلام، الشوفان هتطحنيه او هتجيبيه دقيق شوفان. عايزه تعمليه حبوب كامله تقدري في البيت، ما حبوب الكامله في مثلا 5 من ال7 حبوب موجودين في مصر، اللي هو مثلا دقيق الذره، او تجيبي السويت كورن، الذره الحلوه لما يجي اوانها، وتقطعيها وتسلقيها وتطحنيها برضو في الاخر، او تجيبي وتحطي معاها رز، وتحطي ممكن برغل، وتحطي مثلا شوفان. انت كده عملتي تشكيله عظيمه للبيبي. وممكن دقيق السميد، على فكره احلى واحد بيتعمل بيه زي قوام السيريلاك بالظبط هو دقيق السميد، حقيقي يعني بيطلع حلو قوي. وبعدين نيجي للشق التاني، ان انت تحليه. انت عاوزه يبقى طعمه حلو عشان البيبي يقبله، لان البيبي بيقبل بتاع بره ما بيقبلش بتاعك، فتحليه ازاي؟ وانت بتسويه ممكن تبشري معاه جزره، الجزر اليومين دول مسكر، ممكن تحطي معاه زبيب، كل ده اوكي بعد السادس. ممكن تحطي تمر، اوكي، تكوني نقعاه من بالليل وشايله القشر والنوى وتحطيه معاه، بيديله طعم حلو قوي. ممكن تحطي معاه قراصيا يعادل اللي هو الامساك.
القراصية بتفك شوية الامساك. تحطي معاه مثلا زيت جوز هند لو عندك في البيت، معلقة بس يكون بكر عشان يدخل النار، وبيبقى ريحته حلوة، الوجبة بتبقى طعمها احلى. تحطي نقطة فانيليا. هو على فكرة الفانيليا الخام اوكي ان انت تستخدميها سواء هي كاملة او هي معمولة خام طالما بدون سكر، انما الباكو اللي بيتباع في السوق ده بيبقى فيه سكر، فممنوع للبيبي في السن ده. الفانيليا مفيدة على فكرة للبيبي، فيها مضادات اكسدة ومفيدة للمناعة بتاعت البيبي بس بالعقل يعني مش كتير. برضو من اتمام السادس ممكن تستخدميها بحيث تبقى كده الوجبة ايه ظبطت. ممكن مثلا تبشري معاه تفاحية، تبشريها ناعم قوي لو ابنك خلاص بياكل بقاله اسبوعين 3. لو لسه في الاول قطعيها وحطيها على النار، او قطعيها مكعبات تستوي مع الشوفان والرز، هيبقى طعمها جميل جدا. في كل الاحوال بقى انا رايي ما تطحنيش. يعني عندك شوفان زي ما هو حبته كامله، الطحن بيقلل يعني قيمه فيتامين بي بالذات للحاجه. طب انا ليه اطحنه؟ ما انا ممكن اجيب شويه الشوفان ده زي ما هو، اسويه مع شويه ميه واحط معاه بقى كل الحاجات الحلوه دي، تمر، تفاح، بتاع، عندك زبادي، موزايه، لما يطلع من النار هيبقى طعمه جميل وبنفس القيمه الغذائيه، فاهمه؟ بس احلى كتير، حافظتي عليها واطعم. وتحطي معاه شويه قرفه بتفرق. مثلا لو بتعملي رز، بدل ما تعملي رز بالخضار لو البيبي مش قابله، اعملي الرز اسلقيه لغايه ما يتهرس خالص كده، يتعجن شويه، وحطي معاه تفاحيه، وحطي معاه معلقه لبن لو عندك لبن بتاع بيبي، يعني لبن صناعي تحت السنه، او لو عندك لبن طبيعي شويه لبن طبيعي حطيه معاه، كانك عملتي البوريدج اللي هو ما علينا، ما لناش دعوه يا محي. المهم ان انتي عملتيه معاه بودنج، يعني كانه شبه البودنج. تحطي معاه شويه قرفه ونقطه فانيليا، هيسكروا، هيبقى طعمه جميل قوي قوي. ويا سلام لو معلقه زيت الجوز هند، هتحسي فعلا ان طعمه حلو واستخدمتي زيوت طبيعيه للطفل. ربنا يحفظهم وبألف هنا وشفا.